فيلم جون كارتر. على كوكب المريخ كان في حضارات متقدمة، وكان الناس مفكرة ان مفيش عليه حياة، وكان اسمه الحي برسوم. الكوكب كان بيموت بسبب مدينة زودانجا اللي اسمها مدينة الدمار، لانها بتتغذى على طاقة الكوكب وكل اشكال الحياة. والمدينة الوحيدة اللي قدرت تقف قدامها هي مدينة هيليوم على مدار الاف السنين، لحد ما بيجي يوم بتحصل حرب شرسة بين المدينتين. وقت ما كان السفن بتحارب بعضها بيظهر ضوء ازرق شكله غريب دمر كل السفن ما عدا سفينة ساب حاكم زودانجا. فبيظهر 3 اشخاص من طائفة اسمها سيرن، وكان زعيمهم اسمه شانج. شانج قرب من ساب وسلمه سلاح قوي يقدر يدمر اي حد بسهولة، فاخد السلاح وضرب عليه، لكن شانج بيصد الطاقة فبيقع ساب على الأرض، وكان مفكر إن السلاح ممكن يقضي عليهم. شانج قال له إنهم اختاروه علشان يدعموه في حربه لو سمع كلامهم. وعلى كوكب الأرض سنة 1881 جون كان بيتمشى في شوارع نيويورك، وكان ملاحظ إن في حد بيراقبه، فحاول إنه يهرب منه. فدخل محل علشان يبعت رسالة لابن أخوه نيد، وبيقول له فيها إنه يروح يزوره في أقرب وقت ممكن. وفعلا نيد بيروح على بيت عمه جون وبيقابل